مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. فيديو النهاردة عن سؤال من أحد المتابعين بيسأل بيقول فين مكان مسمار هوا الكربيراتير بالظبط، وازاي أعرف أظبط العربية، وازاي أعرف إذا كان الكربيراتير مظبوط أو محتاج شغل. على فكرة الاتنين الأخارة دول من عندنا، هو آخره عايز يعرف مسمار الهواء، بس أنا قلت إيه أعرفه باقي السؤال. أولا كربيراتير الشاهين أهو، المسمار بتاع ضغط الهواء ادي مكان ضغط الهواء، شايفه؟ هو ده مكان ضغط الهواء، تمام. اعرف منين العربية تستجيب معايا في ضبط الهواء ولا لا؟ بداية اي كربيراتير عشان خاطر يكون مظبوط معاك ظبطة محترمة هيفرق معاك في مسمار الهواء. اعمل ايه انا في مسمار الهواء؟ اربط على مسمار الهواء للاخر. المفروض العربية تبطل مني، اول ما اربط المسمار للاخر المفروض العربية تبطل مني. ربطت للاخر وما بطلتش العربية، اعرف ان في شغل في الكربيراتير. ايه هيبقى عبارة عن ايه الشغل في الكربيراتير؟ هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان ممكن يكون عندي بك الصلنسي الداخلي واسع، بدليل انك انت لما ربطت الهواء ما حكمش معايا البك عشان البك واسع. يا اما عندي اكس ماصص هواء، يعني المسمار لما تربط للاخر وما تبطلش العربية 70% الكربيراتير فيه اكس ماصص هواء، و30% ممكن يكون عندي بك الصلنسيه واسع. والفني بقدر المستطاع ظبط على قد ما يقدر. تمام كده، الإجابة واضحة. لازم تربط للآخر، عربية تبطل منك كده اعرف ان مسمار الهواء شغال معاك من فل 14. بعد ما تربط للآخر تفتح سنة سنة، تحل سنة سنة لغاية ما تعلى معاك العربية. أول ما تعلى معاك العربية تيجي على المسمار بتاع التعلية ده. أولا أنت هتخش على الهواء كده أهو، تربط للآخر. بعد ما تبطل منك العربية تدور العربية تاني وتحل قبل ما تيجي تدور العربية، تحل عشان خاطر تنتج معاك سريع. بعد ما تحل العربية هتبتدي تعلى معاك، تعلى 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 لغاية ما توصل لنمط معين ان نغمة المكنة بقيت عجباني. بعد كده اوطي من مسمار التعلية اللي هو ده، المسمار اللي بيعلي ويوطي هو ده تعلي وتوطي. تربط تعلى العربية، تحل توطى العربية. كده أعلي، كده أوطي. تمام، دور يا باشا.
كده بطلت من العربية كده حاسة بالهواء. احل على المسمار الهواء وادور تاني. دور دور. دور. بطل يدور. بطل يدور. بس تمام. بطل. طالما بطلت ودورت سريع كده الهواء بتاعك مظبوط 100%. لو عليت سن عن المطلوب توطي من المسمار بتاع التعليم. يا ريت الفيديو يكون نال اعجابكم. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك. وانا اسف ان انا اتأخرت على رد احد المتابعين في السؤال بتاعه. شكرا لكل المتابعين.